السلام عليكم، أهلا بكم في تقديمات أبو الفتوح نادر. جهزوا كوباية الليمون بتاعتكم وتابعوا معي القصة للآخر. النهاردة هنتكلم عن نبي وملك من أعظم الشخصيات اللي ورد ذكرها في القرآن الكريم. نبي أتاه الله مالكا ما أعطاه لأحد من بعده، وتعلم منه الإنس والجن والطيور. إنه سيدنا سليمان عليه السلام. من هو سليمان؟ سيدنا سليمان هو ابن النبي داود عليه السلام. ربنا أرزقه بالحكمة من هو صغير، وورث من والده النبوة والملك، لأنه تفوق كمان بحاجات خارقة، حاجات مش حصلت قبل كده ولا هتحصل بعد كده. معجزات سيدنا سليمان، ربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا سليمان قدرات خاصة. كان يفهم لغة الطيور والحيوانات، وكان يأمر الجن ويستخدمه في البناء والغوص وصنع الدروع، وكان عنده رياح مسخرة توصله لأي مكان بسرعة خارقة. يقول الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصابه. سورة صاد الآية 83. واحدة من أشهر القصص في حياة سيدنا سليمان هي قصة الهدهد وملكة سبأ. في مرة لاحظ غياب الهدهد، ولما رجع قال: جئتك بسبب نبأ يقين. الهدهد شاف قوم بيعبدوا الشمس، وحكى لسليمان عن بلاقيس الملكة الحكيمة، لكن كانت مشركة. سيدنا سليمان بعت لها رسالة قوية يدعوها فيها للإسلام، وبلاقيس جاءت لسليمان، ولما شافت عرشه قدامها وكان جابها قبل ما توصل بلحظات، عرفت إنه نبي، وآمنت هي وقومها بالله. سليمان عليه السلام كان معروف بالعدل الشديد حتى في أصعب المواقف. واحدة من القصص الجميلة إن سيدتان جاءوا للنبي الله ليتحاكموا عنده، وكل واحد بتقول إن الطفل ده ابني، بس سليمان استخدم ذكائه وقال: نقسم الولد بالنص أمامكم. فصرخت واحدة وقالت: لا لا، هو ابني. فعرف إن دي الأم الحقيقية، لأن قلبها على ابنها. ومات سيدنا سليمان وهو واقف مستند على عصاه. الجن كانوا شغالين وافتكروا إنه لسه حي، ولما دابت الأرض وعرفوا إنه وقع، عرفوا إنه مات من زمان زي ما قال ربنا: فلما خر تبينت الجن إن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في النهاية قصة سيدنا سليمان مش بس عن ملك ومعجزة، هي قصة عن الحاكم والعادل والمؤمن. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وما تنسوش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، واستنوني في حلقة جديدة. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.